مرحبا ويسعد كل أوقاتكم يا رب. وصفتي لكم لليوم هي رولات أو وربات بحشوة القشطة بطريقة كتير سهلة وبسيطة. كمان رح أحضر معكم القشطة اللي بتصير لكل أنواع الحلويات. وهلأ تابعوا معي الفيديو وتعالوا مع بعض لنشوف طريقة التحضير. وأول مرحلة بدي أحضر القشطة. بطنجرة رح أضيف 3 أكواب من الحليب، والأفضل يكون الحليب كامل الدسم. ورح أضيف عليهم 3 معالق كبار من نشاء الذرة، ومعلقتين كبار من السميد الناعم. وفي حال ما كان متوفر عندكم السميد الناعم فيكم تستبدلوه بالنشا، فبتضيفوا 5 معالق كبار من نشاء الذرة. وبحرك المكونات على البارد بشكل كتير منيح حتى يدوب النشا، وبعدين بشغل عليهم الغاز. وبشغل الغاز وبستمر بالتحريك حتى يسأل الخليط، وهيك قوامه صار ممتاز. بتركهم يغلوا على النار لمدة دقيقتين، وهلأ رح نزل عليهم علبة قشطة وزنها 180 جرام. وكمان من المطيبات اللي رح ضيفها رح ضيف عليهم نقطتين من الماء زهر، وفيكن تضيفوا الماء ورد. وبحركهم بشكل كتير منيح، وهيك القشطة صارت جاهزة معنا. بحطها بجاط، وهي الكمية اللي طلعت عندي. هلأ بغطيها بكيس غذائي ورح أتركها تبرد بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين بدخلها للبراد حتى تبرد تماما. وهلأ بدي أحضر القصر. بطنجرة رح أضيف كوبين من السكر، وبضيف عليهم كوب من المي، وبرفع الطنجرة على النار بدون ما أحرك السكر. وبتركن يغلوا لمدة 7 دقايق، وبعدين بضيف عليهم معلقة من عصير الليمون. ممكن تستبدلوها بربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. وبوطي النار وبتركن يغلوا لمدة 3 دقايق، وبعدين بطفي الغاز وبتركون على جنب لحتى يبردوا. بالنسبة لورق الكولاج رح استخدم هذا النوع الخاص بالبقلاوة، بتلاقوه موجود بالبيم وبال101 للناس الموجودين بتركيا. ورح ابدأ افتح ورق الكولاج، رح اخد طبقة منه. وكتير مهم بعد ما نفتح طبقات الكولاج نغطيهم بقطعة قماش رطبة حتى ما تنشف معنا الورق. باخد ورقة واحدة من الكولاج ورح ادهنها بكمية منيحة من السمنة، ولازم ندهنها بالسمنة لحتى تطلع معنا الوربات مقرمشة. وبالنسبة للتشكيل بمسك طرف الورقة بهي الطريقة، بلمهم على بعض على شكل مروحة، وبحط الطرف على الطرف بهي الطريقة لحتى ما تطلع معنا الحشوة لبرا. وبعدين بنزل القشطة بقلبها، والقشطة لازم تكون باردة، وبلفها بهي الطريقة. شايفين شكلها كتير حلو ومرتب. وكمان رح أعمل معكم وحدة تانية. بعد ما دهنتها بالسمنة بجمعهم على بعض بهي الطريقة، وبعملهم على شكل مروحة، وبحط الطرف على الطرف، وبحط الحشوة بقلبها. وبلفها بنفس الطريقة، ولازم نتأكد إنه سكرنا على الحشوة بشكل منيح. عملت الكمية كلها بنفس الطريقة، والصينية كمان دهنتها بكمية بسيطة من السمنة. وهلأ باقي السمنة رح أدهن فيهم رولات بهي الطريقة. وبالحلويات الشرقية الأفضل نستخدم سمن حيواني بيعطيها طعمة كتير طيبة. وهيك الصينية صارت جاهزة. هلأ بدخلها على فرن حامي على درجة حرارة 180 درجة بالرف الوسط. بدخلها على الفرن مع المراقبة لحتى تتحمر وتاخد لون ذهبي. وبهيك صارت جاهزة. هلأ مباشرة وهي سخنة بسقيها بالقصر البارد. ورح زيناها بالفستق الحلبي، وبتتقدم هي وسخنة أو هي وباردة مثل ما أنتوا بتحبوا. وألف صحتين وهنا. وبهذا الشكل الحلو رولات القشطة صارت جاهزة معنا، بجد طعمتها كتير كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم بالتعليقات. وهي كانت وصفتي لكم لليوم، بتمنى تكونوا حبيتوها وعجبتكم. إذا عجبتكم فضلا منكم ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. وإذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا بقناتي مطبخ مروة، وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعارات بوصفاتي الجديدة. وانتظروني بفيديو جديد.